المغرب كله تيهضر على البوطه. نسول بنتي اجا 50 درهم موضوع في دقيقه. هادي تشري لنا بوطه؟ تعمر به البوطه. حسن جدا. اللي غتعمر لنا البوطه ما غتشريناش بوطه ب50 درهم تعمرها. تبارك الله، قول اللهم بارك. انا ما تنحقرش المال، ودائما تنقول تبارك الله. واي فهمتي قطعه نقديه او ورق نقدي سواء 50 درهم او 100 درهم او 200 درهم خص يطرح فيه الله البركه. الناس يعني تيخدموا، كاين اللي مسكين يعني او يعني قدر ماله، لان كاين شي مره الغنى راه ضروري. الغنى من عند الله، الفقر من عند الله. والله سبحانه وتعالى هو اللي قادر يبسط عليك الرزق، والله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولكن خصك تفهم واحد القضيه، راه خصك تبحث. خصك شحال من واحد مثلا تيجلس فواحد البلاصه تيصور 50 درهم، ولكن الا طور من راسو وبحث واجتهد راه يقدر يصور 5000 درهم. يعني خصك تفهم، خصنا نفهموا هاد القضيه. وكاين الناس اللي مساكن يعني تيديروا الاسباب وكذا، ولكن رزقه راه محدود. يعني دعي بالبركه، دعي بالبركه. شحال من تيقول لك واه ما تعمر ليش بوطه، قول تبارك الله بعدا اللي لقيتي تعمر بها البوطه. فهمتيني؟ يعني دائما هضروا على المال بواحد الطريقه ايجابيه، هضروا على المال بواحد الطريقه. واخا عندك ما حق، واخا عندك كذا، قول تبارك الله. دائما قول البركه، كاينه البركه. وعرف كيفاش دير وخدم واجتهد. ولا كان عندك محق في المال وتتشوف راسك بانك كذا وما لقيتيش الراقي اللي يعالجك، او ما لقيتيش اللي يعاونك، او ما لقيتيش اللي يشخصك الحال ديالك، محمد امين طبوع تيوقف شحال هادي منين بنت فيه الموهبه هادي تبارك الله. دابا 24 عام، منين اكثر يعني منين بانت فيه الموهبه. انا ولد 15 عام ولا 14 عام، ولكن فين بديت الرقيه، يعني فين بديت انني نواجه الجن ونواجه العالم ديال الرقيه والعالم السحره، يعني في عمر 16 عام تقريبا، بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني بديت اول خطوه، والحمد لله الى يومنا هذا. وضروري كاين اسحار اخوتي، وكاين حسد، وكاين كذا. تتراو ديك الفكره ديال تبعد من الرقيه، تتراو ديك خطوره الرقيه فيما يتعلق بالرقيه، المسائل اللي متعلقه بهذا المجال، لان مجال شويه صعيب فهمتي. ولكن تنقول تبارك الله، فاش نشوف ناس مساكن ما عندهمش، تشوف بنادم واحد سن العوان وانت قادر، لا نعاون. اللي ما عندوش اخويا هادي عندك هاد 50 درهم ولا ما عندكش، ولا عندك قل منها، ولا واخا ما عندك حتى ريال، هز التليفون وصوني عليا. اجي لقيت اللي يجيبك اجي لعندي، مرحبا بك. فهمتيني؟ تهضر مع الناس اللي ما عندهمش، اما اللي عنده راه حصه راه تندير واحد الثمن، واحد البركه. حصه راه 200 درهم 100 درهم على حسب، حصه جماعيه فهمتي. يعني في الله سبحانه وتعالى. بالنسبه للحصص الفرديه، الحالات اللي تيكون فيهم المس ولا هادي، نقدر تنخدمو بواحد الفتوح، ولكن الانسان خصو استمراريه. يعني راه كاينين الناس يعني خصو الاستمراريه. كنطلب الله سبحانه وتعالى التوفيق. اللهم يسر. الفيديو فيه 3 دقائق، في الله سبحانه وتعالى تصنص، والفيديو فيه طاقه ايجابيه. حاول انك تمر هذا الفيديو تاخذ اجر بفضل الله سبحانه وتعالى. ودائما نقول اللهم بارك. الناس تهضر على المغرب كامله حقها بوطه ب50 درهم، حقها كذا. خوتي راه الناس ما لقاوش 50 درهم. كاينين الناس ما لقاوهاش. انا شفت هادشي بعيني وعشتو. وراه كاين شحال من مره سبحان الله العظيم تتسلف باش تعمر بوطه ولا باش تجيب ليكوش. كاينين الناس تيمروا بهاد الظروف. اذا اي واحد الانسان غني او اي انسان مسك عليه الله، حاول اخويا ما تبدرش، نقص من السلبيات. شوف الناس اللي مساكن ما عندهمش التعاون، دير جمعيه. شوف اصدقاء ديالك، هذيك 50 درهم بنت لك غتحرقها كارو، جمعها. جمع واحد 5 الاصدقاء ولا 6 الاصدقاء، 50 درهم 50 درهم هي ولات 40,000 فرنك. وسير تقدر واحد الارمله، ولا سير فهمتي العواشر. هذه العواشر بحثوا على المسكين وهاد الشهر الله الحرام. راه شوف، واخا تكون مذنب، واخا تكون تتسكر، واخا تكون تدير اللي درتي اي معصيه كيما بغات تكون، الصدقه راه تتحيد عليك البلاء وتجلب لك محبه الله سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ومرر هذا الفيديو في سبيل الله.